على ذكر خالد النبوي برضه اشتغلت معاه. انت عارف كانوا عايزين يعملوا مره مسلسل عن قصه حياه مصطفى محمود. اه شفت التريلر ده؟ شفت. انا اشتغلته. امم حلو. يعني واحنا بنصور اهو الكاميرا اهو، هو قدام الكاميرا وانا ورا الكاميرا، انا شايفه على الحقيقه خالد النبوي والله. تبص في الفريم مصطفى محمود انا شايفه وهو بيعمل برنامج، لان انا بحبه، برنامج العلم والايمان الجميل، بس ده خالد النبوي. فاهم انت؟ والله كانت وصلت، وكانوا جايبين نفس المكير بتاع محمد بتاع مصطفى محمود. كانوا جايبين الاستاذ الكبير عشوب، كان هو ده بتاع مصطفى محمود، هو ده بتاع احمد زكي برضه. فكان راجل عظيم فبيطلع لك الشغلانه. المهم كنا في مره كده بنندهله من الكرفان، اتفضل بينا يلا بينا المشهد العادي. فجي كنا بنصور في مدينه سنبل. ففي مكان كده هو عباره عن دايره كبيره، المفروض ان هي تبقى مزروعه، بس هي ما كانتش مزروعه، كانت رمله، واحنا بنصور الناحيه الثانيه منها. فكلنا ككروب بنعمل ايه؟ تعدي من المكان، ما هو رمله مش زرع، تعدي توصل للناحيه الثانيه، ودي اقصر طريقه يعني، ده حته مش. فهو قام وقف كده، واحنا ولا بنصور ولا حد شايفك ولا اي حاجه، وقام قايل دكتور مصطفى محمود لو هنا مستحيل يعدي كده، اكيد هيلف حتى لو المسافه اطول، ولكنه هيلف على الارض المظبوطه اكتر من ان هو يمشي في الرمله كده. ده سؤال هو فرضه جواه، وهو جاوب عليه الاجابه اللي هو شايفها وهو بيقدم الشخصيه. اتلبس خلاص. وبعدين راح لف فعلا وعمل وراح عمل المشهد هناك. هو كان مشهد حلو جدا، اللي هو كان مصطفى محمود هو كبير ومصطفى محمود هو صغير، وبينقل بقى بنصور الولد الاول الصغير وبعدين فجاه بيبقى هو الكبير وبتاع. ولما راح هناك هو من اول لحظه وصل فيها، طبعا بقى هم هناك ما حضروش اللقطه دي، ومن اول لحظه لحد ما بنقول كت للمشهد وبيرجع تاني هو مصدق كل تفصيله بيعملها، حتى لو هو مش قاصدها دلوقتي. خلاص بقى يتحرك مصطفى محمود، بقى يتكلم مصطفى محمود، بقى هيبص للي جنبه لوحده بقى خلاص، من كتر ما هو كان بيبقى مذاكر كده.